امال فين المعلم رمضان؟ مش هنا يا خال بيجيب حاجه. طب هات لي كوبايه شاي خفيف سكر زياده. عليك يا خال. عارف. المهم بقى يا سيدي. احلى واحد شاي يا مرشد. ماشي يا معلم. ماشي يا مرشد حبيبي. تضحك عليا يا مرشد، مش تقوم تشوف لك شغلانه بدل عليك على القهوه دي؟ يا ابني هي دي شغلتي، ان انا اخلي بالي من اهلنا في البساتين، عشان لو اي حد عمل حاجه كده ولا كده يبقى عينينا عليهم. ما كناش احنا نخاف على بلدنا، ما حدش هيخاف عليها. عرفت بقى انا شغلتي ايه؟ انا كده عرفت. طب الحمد لله. يا رجاله كله تمام؟ تمام يا رايس. تعالوا ورايا. بقول لكم يا رجاله، امور يا رايس. اسمع يا شبح، امورنا يا رايس. تاخد الغلبان تمام. وتوزع البضاعه على قد ما تقدر، تخليها تنتشر في البساتين بضواحيها. تمام يا رايس. دار السلام وفايده كامل ومزرعه البط وكل اللي حوالينا ان شاء الله يوصل في المعادي. تمام يا رايس. تمام؟ تمام يا ريس. تمام. بص يا غلبان، يا رايس. انا عايز عايزك تبقى ظل في ظل مع الشبح، تبقى حصل يا رايس. وعايزك تمسك المعادي والمدارس والحتت الراقيه دي وتوزع فيها. تمام يا رايس. تمام. انا عايز البضاعه بتاعتنا دي تغرق البساتين كلها. تبقى حصل يا رايس. طيب لما نشوف. ماشي. يا مرشد رحت ولا ايه؟ دلوقتي ايه يا ابني؟ يا ابني ده انت منطقتنا ولازم بطمن عليهم، مش معنى ان انا ببص كده ولا عارف بتاع، انا بطمن بشوف في حاجه بتاع. واوعى تفكر في كده تاني يا يوسف. اي حد من ولاد منطقتك، بنات شباب رجاله عواجيز، لازم تعمل حسابك ان دول اخواتك واهلك، لازم تخاف عليهم عشان تلاقي اللي يخاف عليك. قلت لي ما تفكرش في كده تاني يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا معلم. ايه عامله ايه؟ والله تمام الحمد لله، نحمد ربنا. محتاجه حاجه؟ ربنا يخليك والله يا معلم. بصراحة قبل ما تيجي الحتة هنا كانت في ناس كتير بتغلس واللي بيضايق واللي بيعاكس، بس بصراحة من ساعة ما جيت الحتة وكل حاجة وحشة كمان. طيب تمام. الراجل اللي شغاله معاه في اي حاجه مضايقك؟ خالص مبسوطه في بجد الشغل؟ بجد في منتهى الذوق والأمان. طب الحمد لله. طيب عامه لو عوزت اي حاجه كلميني على طول. ربنا يخليك لينا يا معلم، تسلم والله. الله يخليك. يلا عايزه حاجه؟ عايزة سلامتك يا معلم. يلا السلام عليكم. مع ألف سلامة. وبعدين انا حاسس بقلق. السلام عليكم. حاجه غلط. معلم ايه يا حماد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك يا مرشد، خير يا محمد في ايه؟ والله يا مرشد في خطر عندنا قلق في المنطقه وكده غلط، وعايزك تشوف لنا حل. ماشي خلاص يبقى على انا هشوف الموضوع ده واتكل انت على الله. انا قلت اجيلك وانت تتصرف في الموضوع. خلاص ماشي. ماشي يا محمد، اتكل انت على الله، انا هتصرف على الله. على طول. ماشي يا حماد. سلام يا صلاة. سلام عليكم. سلام عليكم. شوف انا قلت لك ان انا حاسس بحاجه بتحصل في المنطقه. ايوه معكش 10 جنيه؟ معيش والله فلوس. ايه معكش فلوس؟ من ده ايه؟ لا يا عم سيبني في حالي. لا سيبك في حالك، ثواني بس كده. لا ايه ده؟ مفيش فين امال ايه ده؟ يا عم. ثواني بس كده. ايه في ايه؟ ايه في؟ انت بتعمل ايه؟ لا في. مفيش ايه؟ لا ده حوار بس بيني وبينك. ماشي في حالي، عمال يقول قطع 10 جنيه وقعد ولع لي. 10 جنيه ولا انت بتثبته يعني؟ طب يلا خد سيجارتك، خد السيجاره واتكل على الله، وما تعملش كده تاني. ماشي؟ خد يا عم بتاعتك يا عم سيبني في حالي. يلا اتكل على الله. يا عم شوف
ما البركه فيك يا عم المرشد. شوف انت بقى نضف البلد بقى عرفت بقى شغلتي ايه وانا بعمل ايه؟ هو ده اللي انا بعمله. ما الناس صراحه انا شايفهم يعني واحد غلبان ماشي والتاني بيثبته. مش عارف الناس بقى فيها فتيره في الدنيا ولا ايه؟ عشان تعرف بس. مفيش حد ابن حلالنا خالص. يلا يلا. يا ترى العيال اتأخروا ليه؟ فينك يا شبح؟ ربنا يستر. يا ريس. يا رجالة يا ريس. عاملين ايه؟ طلع. قلت اللي انت طلبته منه يا ريس بالحرف. طب تمام. الامانه ايه يا ريس؟ جبت فلوس جدع. تمام. بصوا بقى يا رجالة. دورنا يا ريس. في بضاعة جاية النهاردة بالليل. تمام تستلمها تمام وتاخد غلبان وتوزعه الباقي. تمام يا ريس. ماشي. وهتجيب بردك الفلوس من الدولارات اللي هم بيقفوا على المقاصي دول. تجيبها لي. امرك يا ريس. قشطة. قشطه يا ريس. قشطة. يلا اتكلوا انتوا على الله بقى. تمام يا ريس. ونتقابل بالليل. تمام يا ريس. يلا سلام. سلام. ايوه بقى. هو ده الشغل، خليها تلعب. بقول لك ايه؟ احنا لازم نتصرف ونلحق المشكله دي. لازم نتحرك من دلوقتي نلحق المسابقه قبل ما تحصل. عندك حق بس انا قلقان. قلقان من ايه؟ معرفش، مش مرتاح، في حاجه غريبه بتحصل. حاجه زي ايه مثلا؟ اقول لك بعدين. يلا بينا. يلا بينا. يا ابني جاهز يا ريس. يلا. يلا بينا. ابدأ. النهارده احنا معانا حالة محتاجة دعم، وهو بصراحة يستحق الدعم. نتعرف بيه. كحة. ايه كحة ده اسمك؟ اسمي ماشي. انت محتاج ايه كحة؟ دواء كحة. انت ايه ده؟ محتاج دواء كحة. طيب تمام. يا جماعة الخير، اللي يقدر يتبرع عشان نجيب له ازازة دواء كحة وهنجيب له حاجات تانية. هو بصراحة انا شايف الدنيا عنده تعبانة خالص. اكسب سبب يا ريس، عايز اتجوز. كات. تتجوز ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا قلت لك انا هديك 100 جنيه وازازة الدواء ويقلب. 100 جنيه يا ريس، هي بتعمل حاجة؟ لا. كل حاجة غالية ده. اسمع مني اللي بقوله لك. ماشي يا ريس. هي 100 جنيه وشكرا. حلو قوي على كده عشان اعرف انا اجمع. انا محتاج فلوس، عايز اجيب ايفون. واقف معايا عشان بدل ما انت عارفني تليفون صغير اوديك ورا الشمس. خلاص يا ريس، اللي انت شايفه يا ريس. ماشي يلا يا ابني كمل. انت قطعت اللي احنا قلناه ده طبعا. ماشي يلا. ويا ريت حد يتبرع عشان خاطر محمود محتاج حاجات كتير قوي غير الدواء. صراحه حالته صعبه واحنا عايزين نقف جنبه. عايز حاجه تاني يا عم محمود؟ عايزين ورق بفرة. عايز حاجه ايه؟ عايز ايه؟ ورق بفرة. ورا بفرة؟ مش هلف دي. احنا اللي هنطلع بفرة. اقفل يا ابني كات. يا مرشد. ايه خير؟ هما ليه سموك مرشد؟ يعني ما ليه ما سموكش اي اسم تاني؟ يعني ما ليه ما سموكش اسمك على اسمك مثلا حي طارق؟ بص انا هقول لك يا يوسف، اسم مرشد ده اما لقبوني بيه علشان انا برشد الناس للخير، وده اللي الناس مش فاهماه. كمان انا عايز اقول لك بقى حاجه عشان تفهمها كويس قوي. المرشد ده 3 حاجات. ايه هما؟ اول حاجه المرشد اللي بيرشد الناس للخير والصواب والحاجه الكويسه. تاني واحد المرشد ده اللي بيبقى تحت بيته ناس بتبيع مخدرات وشباب واقفه بتضرب، فبيروح مبلغ الحكومه يقول لهم ده في 1 2 3. ايوه ده صح، والاولاني صح. التالت بقى ايه هو؟ التالت ده اللي بيبقى مرشد للحكومه، اللي هو شغال بيرشد للحكومه يبلغ ده في واحد مش عارف ايه يا باشا، ده في واحد ما اعرفش ايه يا باشا. ده المرشد اللي الناس كلها فاهماه. فهمت بقى؟ يعني هما الناس فاكرينك انت المرشد، يعني بترشد مع شغال مع الحكومه وكده. وانا لو مرشد للحكومه هيبقى اسمي مرشد ازاي؟ وانت ما عملتش الخير ده كله. بالظبط. فانا مسميني مرشد علشان انا برشد الناس للصواب، مش برشد عنهم. الناس بتفهم عكس كده. لا ادينا احنا يا عم بنفهم الناس اهو، بفهمك اهو. دي الحقيقه بتاعت المرشد اللي هو انا. خلاص يا عم يوسف؟ فهمت كده يا عم مرشد. يلا يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم طارق، عامل ايه؟ الحمد لله.
لا المحل تمام. المهم انت بقى تمام؟ انا الحمد لله نحمد ربنا. مفيش حد مزعلك، حد مضايقك؟ طول ما انت موجود في الحته محدش يقدر يزعلني ولا يضايقني. الله يخليك. يعني مبسوطه في الشغل الحمد لله. وفي الدنيا ومن المنطقه؟ الحمد لله على كل شيء. طب الحمد لله. انا كنت عايز اكلمك في موضوع كده. موضوع خير يا معلم. بصي انا دغري وماليش غير في الدغري، انا هجيلك دغري على طول. طب قول يا معلم. بص يا ست هدى، انا بالصلاه على النبي كده طالب ايديكي. ايه؟ طالب ايديكي. والله يا معلم انت بجد فاجئتني بالموضوع ده خالص. انا كنت لاغيه المشوار ده من دماغي خالص وما كنتش ناويه ان انا اتجوز تاني. كنت ناويه ان انا بجد ان انا اشتغل واكبر بنتي واجوزها. موضوع الجواز ده ما كانش في دماغي خالص يا معلم، انت فاجئتني. يلا على بركه الله. على بركه الله. نقول مبروك. مبروك يا معلم. يا مبروك مسهل. عليا انا. مبروك عليك علينا. انت. مبروك علينا احنا الاثنين. ماشي يا معلم. عايزه حاجه؟ لا عايزه سلامتك يا معلم. يلا سلام عليكم. مع الف سلامه يا مع معلم. السلامه. والله فاجئني بموضوع الجواز. يا مرش ايه يا محمود؟ انت فين؟ عمال ادور عليك. ليه في حاجه ولا ايه؟ انت قابلت الريس دي صور معايا اداني 100 جنيه وضحك عليا. انت ايه اللي من وداك ساعتها مش شفتش ايه. انت ايه اللي وداك عنده اصلا ولا خلاك تروح له؟ عايز حاجه قول لي، انت كنت عايز ايه يعني منه؟ كنت عايز عفش. عايز عفش؟ طيب روح وانا بكره اجيب لك العفش. طب هات جنيه كبده بقى. 2 كبده؟ عايز 2 كبده؟ ماشي 2 كبده هنا يا تعب. مبسوط؟ محمود النهارده يا مرش جبت لك الدولاب والسرير ومرتبه سفنجه اللي هي اسمها سوسته. حاجه تمام اهي، كومودينو، تسريحه كده. انت مش محتاج حاجه تاني ومالكش دعوه بالناس ديت. اللي انت رحت وجبته ده ما تجيبوش تاني ولا تعرفه تاني. اديك شفت عمل معاك ايه. خلاص تبت. بس انا ان شاء الله اي حاجه هقدر اجيبها لك اساعد بيها هجيبها لك واساعد بيها. اشوف واحده بنت حلال برضك تقعد معاك وربنا يكرمك كده. بس ايه المحل رفيعه ده بقى موت. رفيعه بقى كده. انت مش هتنقي، مش حاجه ساعه بقى محمود. انا هروق عليك بس انت اشتغل. انزل اشتغل يا محمود. هنزل اشتغل. سيبك بقى من اللي انت بتعمله ده، اشتغل عشان ربنا يكرمك. خلاص يا لو مرش. عوزت حاجه انا في ظهرك. حاضر يا مرش. ماشي؟ حاضر يا مرش. ماشي. يلا بينا يا معلم. يلا. السلام عليكم يا باشا. بقول لسيادتك ابعت لك يا باشا كل بياناته وصورته على الواتس عشان يبقى كده انا عملت اللي عليا، وبالمره سيادتك تسيب لي بقى اكل عيش. ماشي يا باشا. سلام. مع الف سلامه. حت امي لعلمكم الادب. في بقى واحد يا باشا ابعت لك البيانات والصوره بتاعته والمكان واللوكيشن وكل حاجه. ربنا يخلي سعادتك لينا يا باشا. ابعت لك كل بياناته، اسمه ومكانه وصورته وكل حاجه. ماشي يا باشا. ربنا يخليك لينا يا باشا. ماشي يا باشا. لا حضرتك ما انت عارف اي حاجه ببلغ حضرتك على طول. ربنا يخليك لينا يا باشا. ماشي يا باشا. سلام. مع السلامه. عايزه حاجه يا معلمه اقولها قبل ما انزل؟ عايزه سلامتك يا معلم طارق، بس بصراحه كده ما ينفعش. انت مش متجوزني عشان ترميني هنا. طب ما انا نازل اشوف حالي ومصالح الناس واكل عيش. يا عم اعتبرني من مصالحك وراعيني شويه. حاضر حاضر يا معلم. انزل بس اقضي مصلحه واجي لك على طول. هو ده اللي انا باخده منك. حاضر يا معلم، عينيا يا معلمه. اتفضل يا معلم طارق. ماشي يا معلم. عايز بقول لك حاجه؟ حاجه حلوه معاك وانت جاي، باكل شوكولاته كده يعني، ما تستخسرش فيا حاجه. حاضر حاضر. انا لا بركه الا انت. تسلم يا كبير. يلا سلام.
اللي قلت لك عليه ده. تمام يا ريس. تعالى لما نشوف المعلم ده نايم ليه. ولا غلبان. غلبان ايه؟ تعالى كده، تعالى استنى. يا نهار ازرق، الواد ده مات. بقول لك ايه، نعم. احنا لازم نخلص من البلوه دي. هنعمل ايه يا ريس؟ انا اقول لك هنعمل ايه. شيل قصادي، شيل في المنور واقلب. مالك يا معلم طارق شايل الهم كده ليه؟ الواد اخويا ده مزهقني والله يا معلمه هدى، مش عارف اعمل معاه ايه. اخوك الصغير ولازم تستحمله، وبعدين ده شاب طايش على حسب دماغه ما بتوديه بيروح. والله انا زهقت يا معلمه هدى. الواد انا اصلح من هنا هو يبوظ من هنا، اعمل خير من هنا يعمل شر من هنا. لما خلاص غلط خده بالسياسه واوعى تاخده بالعنف قدام اي حد ولا تقل منه، وادعي له بالهدايه. ربنا يهديه. عموما آمين. انا رايح له بكره وده اخر انذار ليه، ما اشوف اخرتها معاه ايه. معلش يا معلم طارق، اخوك الصغير استحمله. هنعمل ايه معاه يعني؟ هنرميه؟ لا طبعا، هنستحمله زي ما هو، بحلوه ووحشه. ماشي نشوف اخر. اسمع لما اقول لك، انا جاي النهارده عشان احذرك والاخر مره. بطل اللي انت بتعمله ده وماشي فيه. اللي انت بتعمله ده غلط. انت تعرف ان انت لولا اخويا انا كنت بلغت عنك، بس جاي النهارده احذرك لاخر مره. بطل اللي بتعمله ووقفه، وكفايه كده، عشان انت كده هتقع في شر اعمالك. ربنا هيوقعك في شر اعمالك. المخدرات وعامل نفسك بتاع خير وبتعمل خير، صدقني ده مش هيفيدك، ده هيضرك وهتقع في شر اعمالك. عموما انا جيت اقول لك وعملت اللي عليا بحكم الاخوه. ماشي يا ابن ابويا؟ يلا سلام. بقول لك يا شبع، ايه بس كنت عايز كيس بس. في فلوسك. معي. ازاي يعني؟ مش جمعيه خيريه هي؟ انا كنت بديله الفلوس يعني. لا يابا ما اعرفش انا الكلام ده، ولا تولى ابن عمي توكل على الله. انا كنت بس بديله الفلوس يعني. لا يابا الحرائش حكومي. فين دي؟ يا رايح. يا نهار ازرق، ايه؟ يا اخيرا خلصت. ده كان هم على قلبي يا هدى والله. خلصت من مين يا طارق؟ من اخوك؟ هو اللي جابه لنفسه، انا اعمل له ايه؟ قعدت نصحته كتير وقلت له ابعد عن الشر وغني له، راح يترقص له اهو نار في داهيه واتحبس. بس معلش ده مهما كان اخوك، راح ولا جه اخوك، وانت عارف ان كل عيله فيها الحلو وفيها الوحش، مش معنى كده ان انت ترمي اخوك يا طارق. يعني اخويا يضرني يا هدى؟ وبعدين لو بيضر نفسه بس نقول ماشي، انما هو بيضر نفسه ويضرني ويضر اللي حواليه. عامة الناس عارفينك انت ايه وعارفين اخوك ايه، بس مش معنى كده ان انت تسيبه، لازم تقف جنبه وتراعيه لحد ما ربنا يهديه بقى. عموما انا عملت اللي عليا عشان صله الرحم، قمت له محامي وهو نصيبه بقى. المهم سيبك من اخويا والريس ووجع القلب ده كله. انت كنت عايزه تعملي ايه في البيت هنا؟ عايزاك ترمي لي السقف هنا يا طارق، انا كل ما اطلع اقعد على السطح الاقي الشمس حرقتني، يعني ما ينفعش كده. عايزاك ترمي لي السقف هنا، تمام؟ وتهد الحيطه دي ان انا كل ما اجي اطلع لازم اطلع فوقيها يعني. لا حاضر، انا هظبط لك الدنيا اللي انت عايزاه انا اعمله لك. انا وتقفل خلصت. الحيطه دي، انا كل ما اجي اخرج بحس ان انا هقع. ايوه لا ده انا هقفلها ليه بقى؟ لان انت هتملي لي البيت عيال. بس لا يا طارق ما تكتفيش. احنا خلاص بقى خلصنا القرف اللي ورانا وقعدت لك اهو، بقيت قاعد لي اللي قلنا عيال وهقفل لك الدنيا واظبط لك الدنيا. لما تظبط الدنيا وتقفل لي الدنيا نبقى نفكر بقى في العيال يا طارق. حاضر. يلا الله اكبر. شفتي الله اكبر، كلمه الحق طلعت. الحمد لله يا رب.